لو عندك كوباية من عسل الأسود تعالي بينا هنعمل عظمة. هنملى البيت كله من الخير. هنعمل حاجة خطيرة. قبل ما أبدأ أنا اسمي مروة. لو أول مرة تشوفيني وتتابعيني ما تنسيش تشتركي في الصفحة والقناة وتفعلي جرس التنبيهات وعلقيلي ولو بحرف واحد عشان أتعرف عليكي وأعرف من أي بلد انتي بتتابعيني. كل اللي هنحتاجه يا جماعة في الوصفة دي كوباية من العسل الأسود زي ما انتوا شايفين كده، وكمان بضاية بدرجة حرارة الغرفة، يعني تطلعيها بره التلاجة كده شوية حلوين، وكيس من الفانيليا صغير، واحتاج كمان نص كوباية من السمنة على الزيت أو السمنة لوحدها أو الزبدة لوحدها، المتوفر عندك هتحطيه. تمام كده. أنا حطيت سمنة على زيت وضربت كويس جدا بالهاند بلندر. أنا عايزة كل المكونات تمتزج مع بعض. تقدري طبعا تعملي الخطوة دي في أي حاجة، في الخلاط أو في الكبة المتوفر عندك. أهم حاجة الخليط يكون ده الشكل بتاعه. بعد كده هنزل ب3 كوبايات من الدقيق بالتدريج على حسب ما تاخد معاكي. اوقات بعمل الوصفة دي بتاخد 4 كوبايات، اوقات 3 ونص، فانا بحط 3 وبخليني في الامان عشان ما اضطرش ازود عسل اسود تاني. يعني حطوا كده 3 وبعد كده زودوا بقى على حسب ما العجينة تاخد معاكم. حطيت كمان رشة من الملح صغيرة جدا وكيس من البيكنج باودر، يعني فيما يعادل معلقة. هبتدي بقى اقلب المكونات دي مع بعض، مش عايزين نعجن قوي يعني ما نبالغش في العجن. تمام، عايزين بس المكونات تتلم معانا بالشكل ده. عايزه اتاكد بقى انها كويسه، هبتدي امسك واحده بالشكل ده واعملها كده كوره واعملها على ايدي. لو لقيت مفيش تشققات يبقى كده تمام، العجينه زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. تقدروا بقى تشكلوها باي حاجه. كان عندي شوكليت شيبس فعملتها بالشكل ده. تقدروا كمان لو مش متوفر الشوكليت شيبس تسيبوها ساده وتطبعوها كده بالشوكه. عملتها معاكم قبل كده في بسكوت ال10 دقايق لو تفتكروا. وتقدروا كمان تعملوها باي شكل انتوا بتحبوه، ممكن بالمعلقه. تعملوا كده شرايح بالمعلقه هتديها كده شكل حلو قوي. بس للاسف انا مصورتش اجزاء ليكوا بالشكل ده، كنت حابه اعملها كلها بالشوكليت شيبس. هنخلص الكميه كلها بنفس الطريقه. درجه حراره الفرن 180 متسخن قبلها ب5 دقايق. بدخلها على الرف الاوسط. بصوا خطيره، عملنا احلى كوكيز مغذي جدا ومفيد وطعم اخر حاجه. من احلى الحاجات اللي ممكن تجربيها وتعمليها لاولادك، مغذيه جدا والاطفال هيحبوها قوي والكبار كمان والله. شايفين الطعامة مفيش احلى من كده. سهل وبسيط جدا. لو اول مرة تشوفيني وتتابعيني ما تنسيش تشتركي في الصفحة والقناة وعلقيلي ولو بحرف واحد عشان ان شاء الله تضمني اشعاراتي توصلك باستمرار. شايفين دي التسوية بالظبط اللي احنا عايزينها. عايزة افتحها لكم كده من جوه وتشوفوا قد ايه خطير. حلو جدا، من احلى الحاجات اللي ممكن تجربوها. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.